اما اقول لك ان جلطه القلب 80% الساعه 8 الصبح. يا الله، تبتدي تسال 80% مثلا من جلطات القلب بتحصل الساعه 8 الصبح مثلا. والمخ 80% الساعه 8 الصبح. فراجل الماني بيشرح، الماني لا علاقه له بينا، لا بالشيخ خالد ولا بالشيخ خالص. فبيقول تفسير هذا فعلا دي حقيقه، ان الساعه 8 الصبح اسوأ وقت للشرايين، اسوأ وقت. فقال لي حضرتك لما بتنام بالليل الدوره الدمويه بتبطأ طبعا، يجلط الدم. كيف تحافظ عليه؟ انك تضيق الشرايين، الدم يفضل ماشي، بدل ما يمشي في حته واسعه ضيق يمشي باقوى. ففي ماده بتطلع اول ما احط راسي على المخده، الماده تطلع تضيق 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 في شرايين. 8 الصبح اسوأ وقت للضيق تحصل الجلطه. حلو. الالماني قال ما عدا اللي يقوم وينام، ما عدا اللي يقوم وينام تاني. الله اكبر. يكسر الماده دي يبقى 8 الصبح فيري سيف، ما فيش اي مشكله عنده. والله يا شيخ خالد انا كنت في المؤتمر ده بكيت وطلعت سجدت. الصلاه خير من النوم. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. قلت سبحان الله. في ناس فاكره ان صلاه الفجر دي عذاب. يا بني ادم ده هتخليك زي في صحتك زي الفل. ده صلاه الفجر، الصلاه خير. وطبعا هذا الاذان جاي من عند ربنا، ده حلم لسيدنا عمر. خلاص طبعا. فالصلاه خير من النوم، فعلا خير من النوم. قوم. انا لما بيجي لي يا شيخ خالد واحد مش من ديانه مسلمه في العياده ويكون خطر، يعني خايف عليه، مدخن، عنده سكر، عنده ضغط، اللي هو قنبله زمنيه يعني، اقول له بقى قوم الساعه 4 كده لف في البيت ونام تاني. يا سلام، عشان تحمي نفسك، علشان يقدر يوسع الشرايين تاني. لا الماده اللي هي طالعه له المثبطه ديت اللي بتقفل الشرايين توصل صفر تاني. على بال ما انام تاني واصحى الساعه 8 تكون ما اتعملتش، الازمه عدت.